السلام عليكم إخواني أخواتي المتابعين والمتابعات ديالي، كنتمنى أنكم تكونوا بخير على خير وفي أحسن الأحوال يا رب. شكرا لكم على التفاعل ديالكم، شكرا بزاف بزاف. مرحبا بالناس اللي دخلوا عندي جداد، مرحبا وألف مرحبا. واللي كيشوف القناة ديالي أول مرة ما تنساش أنك تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك الجديد، وما تنسوش ليا اللايك البصمة فضلا وليس أمرا. اليوم ان شاء الله جيت بغيت نعاود لكم واحد قصه جديده اللي وقعت في مدينه سلا. نبدا بالصلاه والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. قصتنا اليوم يعني فيها واحد المأساة كبيره بزاف بزاف. نبداو القصه من مدينه سلا. حسن اللي كان كيبيع ويشري، عنده المحل ديال البيع والشراء، كيبيع الطلامات، كيصاوب، يعني عنده محل ما شاء الله بخير بخير عليه. تعرف على واحد السيده اللي كان سميتها امال، كانت مطلقه وكان متعرف عليها وكانت كتجي عنده، يعني كانت بيناتهم علاقه غير شرعيه. المهم بقاو في ديك العلاقه تقريبا شي عام. واحد النهار وهي تجي عنده قالت له فلان راني لقيت راسي حامله. المهم هويا كان كيبغيها، قال ليها صافي ما تخافيش، صافي انا راه غادي ندير معاك اللازم وغنتزوج بيك. وفعلا كان معاها، يعني كان قد كلمته، كان راجل وتزوج بها وعقد عليها العقد وعاشت معاه وعنده دارو وعنده كل شيء بخير عليه. المهم ولدات ديك البنيه. المهم من نهار اللي تزوجت بيه وهي كتبقى كتخنقو: فين كنتي؟ ما كتعطلتي؟ فين مشيتي؟ فين جيتي؟ يعني من نهار تزوج بها هو عنده هذا المشكل. وراكم كتعرفوا الرجال ما كيبغيش المراه اللي كتبقى تقول له فين كنتي، فين مشيتي، فين جيتي. المهم هو ديما عنده هذا المشكل مع امل. دازت المده ديال عامين وهي تحمل وولدت بنيه اخرى، البنيته اللي سماوها ياسمين. المهم بنيات بداو كيكبروا. الاب ديالهم الله يعفو عليه كانت فيه البليه، كان مبلي كيبغي يشرب. كان دائما ملي كيسالي الخدمه عنده واحد البلايصه كيجلس في الكراج ديالو في المحل وكيبقى يشرب. بعض المرات كيبقى يشرب وكينعس تماك. ايوا ملي كيجي كيلقى امالي ورا مقعده شوكسه كما كيقولوا، ما كان غير الصداع، ما كاين غير المشاكل. البنيات بداو كيكبروا. تقريبا ولات عند البنيه الصغيره عندها 8 سنين، والبنيته الكبيره عندها تقريبا شي 13 عام هكذاك. المهم هاد البنات كبروا في دوك المشاكل ما بين الام ديالهم والاب ديالهم، ديما فين كنتي، فين مشيتي، عندك شي وحده، عندك هادي، عندك هادي. المهم واحد النهار قالت له: انت عندك شي وحده ضروري ما فيهاش، انت عندك شي وحده كذا 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 كذا. هو عوض ما يقول لها ودي ما كاين حتى حاجه، قال لها: اي عندي وحده وكنبغيها ومعايا وكذا 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 وموتي. يعني فقصها، خلاها، عصبها وفقصها وبغى يطرطق ليها المراره كما كنقولوا. المهم هو بكثرة ديك المشاكل كرهها وديما منوضه ليه الصداع، ديما المشاكل، ديما فين كنتي، فين جيتي، فين هادي، فين هادي. المهم ما بقاش كيحملها، ما بقاش بيناتهم واحد العلاقه، ما بقاش كيتشارك معاها الفراش. يعني صافي بقى بيناتهم تيجلسوا تياكلوا هكا، تقول له انا المصروف هادي صافي، لانها كرهاتو. المهم هي امل بقات كتفكر. واحد النهار قال ليها طلعت لي الدم، بقات كتعاير: فين كنتي، فين هادي، وانت مخلينا ودير وحده وكذا وكذا. هي قال لها: داير وحده وباغي نتزوج بها، كاين شي مشكل؟ بعدوا مني. قال ليها: بعدوا مني، خرجوا عليا، خرجي عليا. المهم بقات كتقول له: شنو كتقول؟ المهم ولات خايفه، كتقول السيد باغي يجري عليا. ولات كتحرض عليه البنات ديالو، بناتو ولات كتحرضهم وكتقول لهم: شوفوا باكم راه ناوي على الغدر، راه باغي يلوحني ويلوحكم، وباغي يجيب وحده اخرى يتزوج بها وتدي هذا الشيء وتعيش في هذا الشيء كامل وكذا وكذا.
المهم بقات كتعمر البنات راسهم. البنات فوق ما كيشوفوه جا كينوض الصداع كيبقى يقولوا لي زكاع لمنا انت داير انت هادي انت هادي. المهم البنات هما دخلوا معاهم في الصراعات، ولا تيقول لهم نتوما متفقين عليا نتوما هادي والله على عيشه وكذا وكذا، وكيمشي كيغبر يومين 3 ايام عاد كيبان. المهم واحد النهار وهي تعيط امل على بناتها ياسمين وسهام قالت لهم اجو غادي نقول لكم، باكم راه كتشوفوا اشنو كيدير وراه عنده شي وحده وراه باغي يتزوج بها وباغي يلوحنا، اجي نديروا ليه واحد الخطه وخاصكم تكونوا معايا، ما نخليوش يدير هذا الشيء وما نخليوش يوصل لهذا الشيء. قالوا لها البنات حنا معاك، اشنو نديروا؟ قالت ليهم غتمشيو معايا عند البوليس وغتقولوا بان بانا اغتصبنا. شوفي من هاد الام وصلت بيها. البنات قالوا لها ايه واخا صافي، ولكن قبل ما يمشيو عند البوليس وقبل ما يمشيو اول حاجه خصهم يمشيو يديروا شهاده طبيه، يعني فعلا خاصها تخلي اثار بان هاد السيد فعلا كان كيغتصبهم. تصوروا مشات خدات شي ادوات، آه، خدات ادوات هكا باش انها كتخلي لهم الاثار في المناطق الحساسه ديالهم. كدير دارت لهم واحد لاكريم اللي كيديروها الناس على قبل المفاصل، على قبل اللي عندهم العصب هكا تيضرهم، كتكون حاره كتحرق، يعني دارتها لهم في المناطق الحساسه اكيد غتولي ديك البلاصه حمراء. ودارت لهم يعني شي حوايج باش تبين بان الاب بصح اغتصبهم. هذوك الادوات بقات كتستعملهم يعني مده 3 ايام ولا، وهي باش تبين ان البنات كان الاب ديالهم كيغتصبهم. داتهم للطبيب قالت لي دير لي شهاده طبيه الاب ديالهم كان كيغتصبهم. المهم الطبيب ملي شافهم فعلا قال لها كاين اثار ديال الاغتصاب، البنات مازالين يعني البكره ديالهم مزيانه، ولكن كاين اثار، عندهم اثار بان شي حد كان كيقيسهم. يعني عطاها شهاده طبيه بدون ما ان يسول البنات او المهم هو لقى داك الاثار قال لها فعلا كاين اثار ديال الاغتصاب. مشات عند البوليس قالت لهم شنو كاين شنو كاين شنو كاين. مشاو عيطوا عليه، ملي مشاو البوليس باش يجيبوه باش تعرفوا الزهر عندو حتى هو لقاو سكران. جابوه قالوا لي سكران، وفعلا البنات كانوا كيقولوا قالوا للبوليس بان الاب ديالهم ديما سكران، ماما هما كتكونش وكيشدهم. جابوه، مهم قالوا لي بان بناتك شنو هو انكر قال لهم ما يمكنش هادشي عمره ما كان، ولكن الشهاده الطبيه والاقوال ديال البنات اللي بقاو تابسين على الاقوال ديالهم، والتهمه كانت ثابته في حق حسن اللي فعلا تشد في الحبس وبقى في التحقيق. راه كتعرفوا بان المده ديال التحقيق كطول بزاف بزاف. المهم رجعت امان، رجعت هي وبناتها وهي فرحانه، ولات هي اللي كتقابل المحال، ولات كتحس بان تهنات منه، بانها مرتاحه، المحل عندها عايشه هي وبنياتها بخير على خير. المهم دازت المده، امال وهي تتعرف على واحد كانت كتعرفه من قبل من راجلها، تلاقات معاه ولا كيجي عندها المحل كتقول لبناتها بانه كيعاونها كذا كذا كذا، ديما جالس قدام الباب، ولكن هي كاينه في علاقه معاه وكلشي الناس عرفوها والبنات وصلاتهم الهضره. واجهوا الام ديالهم وقالوا ليها كيفاش نسيه هذا شنو كيدير هنا، حنا سمعنا. قالت لهم راه كيعاونني واي حاجه كنبغيها كيتقداها ليا، يعني كيعاونها. قالت لهم انا ماشي راجل باش غنمشي نتقدى السلعه ونجيب. المهم قالت لهم اللي بغيتو ديروه ديروه، انايا عاجبني، ويعني اعترفت لهم بانها كاينه معاه في علاقه. البنات ما عجبهمش الحال، اكيد البنات ما غيبغيوش واحد الراجل اخر يدخل حياه الام ديالهم، ويعني
بغاوش. المهم البنات بقاو مقلقين، واحد النهار ما مشاوش للمدرسه، هما يتفقوا مشاو عند عمتهم اللي هذه شحال ما مشاو عندها. ملي وقع داك المشكل ديال الاب ديالهم، مشاو عند العمه ديالهم وجلسوا ومشاو وعاودوا ليها كل شيء. قالوا ليها جينا اليوم باش نعاودوا لك الحقيقه، الاب ديالنا ما دار لينا حتى شي حاجه، الاب ديالنا ما اغتصبنا ما حتى حاجه، الام هي اللي قالت لينا وهي اللي دارت لينا داك الاثار ديال الاغتصاب، وهي اللي دارت لينا هادشي كامل. ودابا راه ولات جايبه لينا واحد اخر باغا عايشه معاه يعني كتقول بانها باغياه وما بقاش كتهتم بالبنات كما كيقولوا، ما بقاش كتهتم بهم نهائيا. المهم العمه ديالهم تصدمت ملي سمعت ديك الهضره، قالت ليهم خاصنا تمشيو معايا للبوليس باش تقولوا هاد الهضره. قالوا ليها صافي، اتفقوا معاها النهار الاخر باش ما يمشيوش للمدرسه ويجيو عندها باش يمشيو عند البوليس ويقولوا هاد الهضره. داكشي اللي كان، البنات جاو فعلا عند عمتهم وداتهم عند البوليس وداروا الاعترافات ديالهم بان الام ديالهم هي اللي كانت كدير لهم داك الاثار ديال الاغتصاب، وهي اللي كانت كتحرضهم، لان الاب ديالهم كان عنده علاقات، كان كيشرب، كان بزاف ديال الحوايج، هي اللي حرضاتهم وهما انبهم ضميرهم وهما مازالين قاصرين. يعني القاصر اي واحد يقدر يلعب لهم بالعقل ديالهم. المهم مشاو جابوا الام ديالهم، والبنات كيقولوا بان هذاك المواد اللي كانت كتستعمل باش دير لينا الاثار ديال الاغتصاب ودير لينا داكشي راه باقين في هذيك البلاصه، وراوهم البلاصه بالضبط. ملي مشاو البوليس جابوها فعلا مشاو لديك البلاصه ولقاو هذوك المواد وهذوك الادوات اللي كانت كتستعمل باش كتبين بان فعلا كاين الاغتصاب، وجابوها. بقات كتسب في بناتها المسخوطات يا هادي وانا ما درتش وانا ما فعلتش، ولكن ملي البوليس واجهوها وقالوا لها هاد الشيء، ها هما الادوات اللي كنتي كتستعملي، يعني صافي، يعني ما بقى ليها ما تخبي. نهارت وبقات كتبكي، قالت لهم بانه كان باغي يتزوج عليها وبانه ما كانش كيهتم بيها وما كانش كيصرف عليهم وفلوسه ماشيه ليه في البليه في الفساد. هذا هو السبب علاش درت ليه بحال هكا. المهم ديك اللحظه كانت مؤثره، لان البنات واخا داكشي بقات فيهم هم بقات يبكيو، الام كتبكي والبنات كيبكيو، وقالت لهم انا ما كنحمل بناتي حتى شي حاجه، انا السبب في هذا الشيء، وانا اللي غادي ندخل الحبس، وبناتي ما داروا حتى حاجه، انا اللي حرضتهم. يعني الام كتبقى ام. الشيطان كيحضر بعض المرات. المهم داروا الاجراءات باش ان، وكان فعلا هذاك الاب ديالهم حسن كان مقدم استئناف، غدوز المده وغادي مده قليله وغادي يتقدم هذا الشيء وتصريحات ديال بناتو وغادي يخرج براءه، والام دخلات للسجن. المهم كنتمنى ان هاد القصه تعجبكم. هاد القصه تاخذوا منها العبره بان الزواج خاص يكون تفاهم، خاص يكون محبه، خاص يكون احترام بين الزوج وما بين الزوجه، خاص يكونوا كيفكروا في وليداتهم، كيفكروا في يفكروا ليهم في اي حاجه، ماشي تكون المشاكل والصداعات وتدرتي وتفعلتي. راه كاين عاوتاني شي امهات الله يهديهم وشي اباء الله يهديهم. وكنتمنى هاد القصه تاخذوا منها العبره وتقولوا لي ارائكم في التعاليق، والى قصه قادمه ان شاء الله. السلام عليكم.